بتقولي ايه حضرتك في واحده قادره توصل لقلب واحد بكل الطرق؟ معدته، عقله، مشاعره. وانت فاكره نفسك متجوزه مدرس باليه؟ ده انا رضا. باختصار شديد ده بقى موضوعنا، ازاي اللي عمل ده عرف يعمل ده، ازاي احمد عز غلب وسامته. حوار التغلب او يعني التخلي عن الوسامه ده ما جاش كده فجاه، يعني هو ما طلعش من حب البنات راح عامل لك مسجون ترانزيت مثلا، بعدها ما راحش عمل الشبح، طلع من حب البنات وسنه اولى نصب واللفه دي على العمل اللي هيغير كل حاجه، هيغير شكل مسيرته والادوار اللي بيعملها وكمان نظره الناس ليه. ورغم انه كان بيمثل من بدري لكن العمل ده هيبقى بدايته الحقيقيه. ملاك اسكندريه، سمعتك على فكره بتقول اتغلب على وسامته فين يا عم؟ ما هو طول الفيلم طالع جانو برنس والبنات هتموت عليه، فين برضو التغلب ده؟ هقول لك ان ملاك اسكندريه مهم جدا في موضوعنا، لانه قدم عز بطريقه مختلفه وطلعه بره الصوره النمطيه اللي كان دايما محصور فيها، وبين ان على فكره الواد الوسيم الجان ده مش دايما حلو وبينور، مش دايما الفارس ابو حصان ابيض. هنا كان بطل الفيلم لكن ما كانش بطل مثالي، ما كانش فيه مواصفات البطل المتعارف عليها. يعني هنا مثلا كان بيحاول يحل القضيه وعايز يكتشف الجاني، لكن هو ما بيعملش كده عشان مهتم للقضيه او للمجني عليه او حتى لمهنته كمحامي مثلا، هو بيعمل كده ببساطه عشان البنت المتهمه عجبته، يعني المصلحه شخصيه. يعني لو ما كانتش موجوده ما كانش هيبقى في دافع اصلا لكل ده، وكان هيرفض القضيه وما كانش هيبقى في فيلم من اصله، اللي هو الفيلم موجود بسبب ان البيه شايل دراعه على كتفه. ده غير انه تقدم في الفيلم على انه يعني شخصيه اخلاقها مش كويسه ولعبيه ونوعا ما عندهاش مبدا ومستعده تقبل اي قضيه حتى لو مشبوهه لمجرد انها كسبانه. انت بقيت زيه ممكن تقبل اي قضيه ولا ايه؟ وليه لا؟ المهم تكون كسبانه. وده بقى اللي قدمه ملاك اسكندريه العز، خلاه يطلع من دور الشاب الوسيم اللذيذ بتاع الافلام الرومانسيه ده ويعمل دور شاب وسيم لذيذ برضه، بس يعني مش مثالي، مش امير من ديزني، مش بتاع ندى، لا هو المره دي بتاع ستات كتير وقمار بقى وطرق ملتويه في الشغل وكده يعني، وما عندوش اي مشكله انه يستغل الناس لو هيبقى مستفيد، زي ما عمل مع شخصيه ريهام عبد الغفور في الفيلم، وكان بيمثل انه معجب بيها لمجرد انه يقرب من عيله المجني عليه. عايز زي ما يكون كان بيقول في الفيلم ده انا مش لازم اطلع في كل الافلام عيني بتطلع دباديبي، يعني مش لازم اطلع بلمع. ملاك اسكندريه كان الظهور الفعلي للراجل ده، ولو ما كانش هياخد فرصته فيه ما كانش هياخدها في غيره. الفيلم عرف الناس بجد على احمد عز وبين لهم انه اكتر بكتير من الواد اللي بيبقى طرف في علاقه عاطفيه جوه فيلم رومانسي. اديله انت بس الفرصه وهيعملك دراما، هيعملك شويه كوميديا، هيعملك اكشن. عز في الفيلم ده عمل 4 مشاهد اكشن، فيهم مشهد واحد بس فيه التحام بالايد، ومن بعدها افلامه بقى فيها لقطه ولقطتين اكشن، وعدد المشاهد بقى يكتر في كل فيلم. واهو بعد 20 سنه على ملاك اسكندريه بقى عز اصلا متصنف نجم اكشن، وافلامه اللي من النوعيه دي بتجيب ارقام مهوله في شباك التذاكر. لكن ملاك اسكندريه بقى ما جابش ارقام مهوله، بس جاب الايراد اللي يطمن، يعني ما فشلش. الفيلم جاب 12 مليون جنيه وكان من الاربعه الاعلى ايراد في موسم صيف 2005 بعد بوحه والسفاره في العماره وحرب ايطاليا. الواد الجديد اللي لسه طالع بقى فجاه كده في المربع الذهبي مع سعد والسقا والزعيم، والنجاح التجاري شجع الانتاج جامد لخد تجارب تانية مع الممثل، اللي هو ده احنا نجيبه في فيلم كمان بقى، ده شكله اللي جاي خلاص. وقد كان الرهينه، الدور اللي عمله عز وفتح له سكه لادوار تانية تقريبا ما كانش حد يتخيله فيها، دور نزله طبقه زي ما اغلب الناس نزلت طبقه اخر فتره. هنا بيعمل دور شاب عادي جدا ما فيهوش اي مميزات نهائي، او ده اللي ساندرا نشأت وفريق العمل حاولوا يقنعونا بيه. هنا تحسهم كانوا عايزين يجردوا عز من كل مميزاته. لو على الشكل مثلا هتلاقيهم حالقين له شعره ودقنه زي ما بيحصل في التربيه العسكريه اللي انت او انت هتروحوها قريب، ولو جينا لللبس هتحسهم ملبسينه من الوكاله حرفيا، مفيش البدل والطومه الجامده بتوع ملاك اسكندريه، فاهم؟ بيضحك عليه عادي جدا، مش حويته وخرق الذكاء زي قبل كده، بيشخر وهو نايم. وارد جدا يتكرف له لما يجي يعاكس. هو احمد عز ولا ايه؟ هو في زي التقدير العلمي؟ طب والله ما في زي. والله مجنون. دور ما كانش مصطنع خالص ولا حسيت بغرابه وعز بيعمله، ما طلعش زي العيال الاغنياء اللي بتحاول تدعي الشقه، فاهم؟ لا اتعمل كويس جدا، وزي ما قلت لك فتح لعز سكك تانية بعيده تماما عن شكله. لو ما كانش فيه الرهينه مثلا ما كانش هيبقى فيه الادهم. لو كانت تجربه كحرات عز ما نجحتش في فيلم والناس تقبلتها مستحيل كان حد يغامر ويعملها في مسلسل. تجربه الرهينه ضافت لعز كتير، سواء في النقطه اللي اتكلمنا عنها او في الجانب الكوميدي منه حتى، اللي ظهر بشكل مقبول جدا هنا، وعرف يجاري عتاوله الكوميديا اللي كانوا معاه رغم انه مش كوميديان اصلا. ملاك اسكندريه والرهينه هم المستوى الاول في مسيره احمد عز، المستوى التمهيدي للي هيعمله الراجل ده بعد كده. الفيلمين ضافوا له كتير لكن ما كانش فيهم التحدي التمثيلي اللي هو عز ما خدش فيهم مشاهد تخليه يمثل، فاهم؟ رغم ان ده كان ممكن يحصل وكتير جدا في الفيلمين دول، لكن تقريبا اللي بيشتغلوا عليهم ما كانوش حاسين ان عز اتطور بما فيه الكفايه، وما جاش الوقت انه يتحط في تحديات تمثيليه هو وارد جدا ما يبقاش قدها، فكان
فكانوا بيعرفوا يلموا الدنيا. يعني في ملاك اسكندريه مثلا مشهد النهايه والبطل بيسلم مراته للحكومه بعد ما عرف ان لها يد في الجريمه، مشهد مهم بس عز ما كانش متساب لوحده فيه، ما كانش واخد الكاميرا بقى وقلب الدنيا تمثيل وانفعالات وبتاع، ده ما حصلش. اي ممثل تاني كان هيعمل كده لكن مش ممثل بيعمل اول فيلم في حياته يعني، وجاي لك كمان من اعمال على قدها، وكمان مش دارس تمثيل اصلا، ده خريج اداب. فاملي له المشهد بقى وداري عيوبه مش مشكله، حط موسيقى تحرك الحجر في الخلفيه، خليه يمشي سلو موشن وهو شايل بنته، وخليها تبص على البوكس اللي امها فيه. في الرهينه مثلا ما تخليهوش متاثر على موت مكرم، هو ما يعرفوش اصلا وما قابلوش غير مره واحده بس في حياته، خليه متعصب وبيزعق عشان السفاره ما اتصرفتش بسرعه والراجل مات بسبب اهمالهم. الزعيق والعصبيه هيعدوا، لكن العياط بقى والتاثر ممكن يقلب معاك بحاجات غريبه. في ملاك اسكندريه وعندك مشهد مرافعه، شغل دماغك فيه شويه، انت لو معاك احمد زكي هيقلب الدنيا، هيعمل احلى شغل، بس انت معاك احمد عز، تعمل ايه بقى؟ خليه يبقى احمد عز حتى لو بيترافع ويتكلم بنفس الطريقه والخفيه، حتى لو بيواجه ناس بجرايمهم، هتلاقيك في الاخر معدي اليوم بسلام، وكمان طالع بمشهد زي ده. مين اللي كتب اسم سهر عبد المجيد في خانه المستفيد على الشيك؟ دي حاجات تعملها في اول وتاني فيلم لو انت فرضا مش واثق في قدرات الممثل اللي معاك، او لسه ما حفظتوش يعني ما قريتوش بما فيه الكفايه، فكانت تعدي يعني محدش هيدقق مش مشكله. لكن في 2008 كان خلاص، ده رابع فيلم يعمله الممثل وتالت تعاون ليه مع نفس المخرج، فمسجون ترانزيت كان لازما ولا بد يقدم حاجه مختلفه ويوري للناس احمد عز وهو بيمثل، يبرز موهبه الراجل ده اللي ناس كتير جدا بيشككوا فيها. الفيلم عرف يعمل ده بقى طبعا، واكيد عرف يعمله. احمد عز هنا عمل اقوى اداء في مسيرته كلها لحد النهارده، هو هنا وصل لدرجه من التطور خليته مش الممثل اللي محتاج عيوبه تتدارى زي ما كان حاصل في الاول. يعني مشهد نهايه الفيلم مثلا كان ممكن يتعمل بألف طريقه تداري عيوب الممثل وضعف موهبته لو اللي بيشتغلوا على الفيلم لسه شايفين كده، لكن ده ما حصلش واعتمدوا عليه اعتماد كلي في المشهد. هنا الموسيقى هاديه خالص وفي بعض الاحيان مش مسموعه اساسا، وعز منفرد بالكاميرا بشكل سلس وبيأدي من غير افوره، اداء راسي خالص حتى في البكا، ما تنططش مثلا، معلاش صوته وصرخ، هو مجرد بيتكلم. مشهد تاني برضه لما كان بيدفن ابنه، دقيقه كامله عز ما نطقش فيها ولا حرف، 60 ثانيه من الرياكشنات والتعبير بالوش والعين، ودي كانت اول مره يتقدم فيها احمد عز للناس وهو رسميا ممثل، ويسكت فيها اي حد قال عنه في يوم انه مجرد شخص بيعتمد على شكله. انتقادات كانت طايله عز من الاول خالص وماشيه وراه في كل عمل يعمله، ولو ما كانتش تجربه مسجون ترانزيت نجحت وعز نجح انه يبرز قدراته فيها كان هينتقد اضعاف النقد ده. ما اصل انت اللي بيمثل جنبك هنا نور الشريف، راجل بيدرس التمثيل اصلا مش حتى بيشتغل فيه، ده غير انك بتمثل جيل كامل اللي هو لو مثلت وحش هيقول لك شوف محدش في العيال الجديده عارف يمثل زي الجيل القديم ازاي، راح زمن الفن الجميل خلاص ايام. بس يعني ده ما حصلش والتجربه عدت بسلام وتعرفنا فيها على الممثل احمد عز، الموهبه اللي ما كانش حد مصدقها ولا حد صدق فيها ودعمها غير اتنين، وهما المنتج وائل عبد الله وطبعا واكيد المخرجه ساندرا نشأت، هما اللي اخدوا الراجل ده بجديه وحسوا ان لا يمكن يجي منه حاجه، وفضلوا وراه لحد ما موديل الاعلانات بقى ابراهيم سالم المسلماني. الواد الحلو ده طلع شرير في فيلم وعادي جدا وتصدق، والناس ما بتفتكرش الفيلم غير بمشاهده وافيهاته، وفي المستقبل بقى نفس الواد الحلو بلطجي وحرامي ومقفل شوارع هو واخواته، وتصدق برضه ونجح كمان، لا وكمان ما تسفش عليه زي ناس تانية جايب من ظروف مشابهه. احمد عز وصل للتطور ده عشان اتقدم صح، اداره مسيرته كانت صح وخد فرص كويسه، وده بقى مش مجهود شخص او عقليته لوحده، ده تقريبا كان في فريق كامل بيساعده ان ده يحصل، فريق كان السبب في ان تقديم احمد عز واقناع الناس بيه يبقى بالذكاء ده، لدرجه انك تحس ان التقديم ده حصل على شكل مستويات كده، ليفلات، حاجه تخلي اللي بيتفرج يمشي واحده واحده مع الممثل ويلاحظ تطوره بين كل عمل والتاني، وبرضه الممثل يبقى مش مضغوط، يعني ياخد حاجه سهله ويعملها حلو وياخد حاجه صعبه شويه ويعملها كويس ويعلى بمستواه مع الوقت. يعني احنا ورانا ايه؟ لا انا شخصيا ورايا رايح اعمل حلقات تانية، فما اعتقدش ان عندي حاجه تانية عايز اقولها. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتشوف القديم واستنى الجديد وكده يعني، ما تنساش تعمل لي فولو على فيسبوك كمان لو مهتم.